اللي لابس الاستاذ. والياض انا شايف ان الولد احمد الجزاوي كان مخ بجد. يا اسماء يا بنتي، اهو كمل. ايه رايك يا هي؟ لا طبعا بيجي بقى. لا هي انا شايف ان الشاب احمد الجزاوي ده كان مخ. المشكله اساسا ما حدش فاهم مين. المشكله اساسا ما حدش فاهم. انا هقول لك يا اسماء يا بنتي، الولد احمد الجزاوي ده اساسا كان ماشي تحت بلكونه السفير السعودي، تمام؟ السفير السعودي كان ناشر غياراته الداخلي وسوري كلمه الاندرويرز يعني. وقعوا شويه ميه مش ولا بد على دماغ احمد الجزاوي. فالولد احمد انفعل وهاج وصار ازاي تقع عليه ميه مش ولا بد. يتحول الموضوع ويتقال ان كرامة المواطن المصري بتتهان. طب انت ليه يا صرمة يا ابن الصرمة يا احمد يا جزاوي تمشي تحت بلكونة السفير؟ سبت شوارع مصر كلها وبتعدي تحت بلكونة السفير؟ انا من هنا ببلغ احتجاج الرسمي. في ناس بيحبوا يلعبوا بالنار وبيستغلوا الشباب الصغير في اللعب بالنار. انا بحذرهم جميعا. يلا يا هيك وانا معك عشان احسن تيجي تنزل عليه. انا رايح العرض دلوقتي. واخد بالك يا جين؟ رايح العرض. رايح وسط ولاد. ولادي في الجيش. لا خرموني يا جين. عمال اقول ولادي ولادي وما طلعوا ولاد كلب. دول مش ولاد. رايك يا ريس؟ ايه رايك يا ريس في الناس اللي بتقول ان احمد الجزاوي كان معاه ترامادول؟ ايه؟ شايف ان دماغه عاليه يعني؟ الواطي راح يصدر الترامادول للسعوديه ومش قادر يجيب لي الرئيس شويه. الولد ده انا حاسبه احطه من ضمن احداث سبتمبر. الخاين يروح يودي الترامادول السعوديه وما يجيبش الرئيس. بلغ بيجي الاحتجاج الرسمي على ان الترامادول راح السعوديه وما جاليش منه شويه. وبعدين يعني انا مش عارف السعوديين محبكينها ليه. ده 2 طن ترامادول، ده انا بضرب طن كل يوم الصبح. عشان كده تلاقي دماغي عاليه. يقعدوا على الريق.